يعدل تارة ويميل. لم أبكي من زمن ذممت صروفه، إلا بكيت عليه حين يزول. ولكل نائبة ألمت مدة، ولكل حال أقبلت تحويل. القصة اللي معنا اليوم هي من الأردن، خلاف بين أخوين، خلاف على شركة، على أمور تجارية. رح منشوف كل تفاصيلها، ولكن أولا نستقبل صاحب المبادرة اللي بده يصالح، يعني مستقبل أحمد محمد صالح. أهلا أحمد. كيفك حبيبي؟ تفضل. أهلا وسهلا بأحمد. أهلا وسهلا فيك. أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. طمني، هيك جاي شوي شايفك متهيب الموقف. والله يعني أنا بادرة شجاعة، بادرة شجاعة جاي منك. مشان أصالح أخوي قدام الجمهور كله. نعم، وأنا بشكرك على شجاعتك، الله يخليك، لأنه شايفك هيك متهيب داخل على مهلك. يا سيدي، خلافك مع أخوك إن شاء الله بنقدر نسويه. هلأ رح لكم شو هو الخلاف. عنده أخوه اسمه وليد، أحمد محمد صالح ووليد محمد صالح. الأخوان كانوا في شركة، ووليد يعني عنده ملء الثقة بأخوه أحمد، وأحمد عنده ملء الثقة بوليد. ولكن وليد ساءت ظروفه الصحية، اضطر أنه يسافر إلى الخارج، يترك الشركة بتسلم أخوه ويروح إلى الخارج، يعمل يمكن عملية جراحية أو علاج، مش عارف. المهم أنه لما رجع على عمان من السفر ومن الاستشفاء، لقى أنه الشركة خربانة. أبصر أحمد شو عامل، بقى زعل من أحمد، تخانقوا، صار في قطيعة عمرها 2 سنين. ترك وليد ترك الأردن وإجا على مصر وتزوج من ست مصرية وعايش هو وياها. إنما أحمد حازي بقلبه القصة، بده يرجع أخوه ويرجع العلاقة مع أخوه. مش هيك أحمد؟ صح. خبرني أنت، بغياب أخوك شو اللي صار؟ والله يعني مبدئيا بدي أحكي إشي. أخوي هو مقام أبوي، هو اللي رباني. والدي رحمة الله عليه يعني مات وأنا بسن 13 سنة، وأخوي من بعدها يعني هو مكان أبوي، لأنه كانت وصية أبوي لأخوي قدام عيني. حكى له يا وليد دير بالك على أحمد وعلى أمك. قديش بيكبرك وليد؟ عفوا. 15 سنة. أوف، أكبر منك 15 سنة. أكيد. شاءت الظروف إنه يعني أنا انحطيت بشغل أخوي هو اللي علمني إياه. شو الشغل؟ تسويق، دعاية وإعلان لوكالات مطاعم وكافي شوب. نعم. وكانت القصة بالأردن من شي 2 سنين. كان أخوي يعني هو اللي علمني التسويق، وهو أوكي. بعد هيك يعني أنا حصل ظرف طارئ لأخوي، وحصل حادث سيارة مؤلم. كنت أنا شايل الشغل كله بغيابه يعني. نعم. طبعا أكيد حضرتك بتعرف إنه بالأردن الجو الشتاء من شي 2 سنين صارت عاصفة ثلجية بالأردن. كان صعب إنه الواحد ينزل. كان الثلج بيوصل للركب. نعم. كان عندنا شباب، شي 40 شاب بالمكتب بالشركة. كان هو يعني هو مؤسس الشباب. نعم. وهو اللي دربني على الشغل. بغيابه شو بغيابه صار الحادث، وكان اللي كان صار معه الحادث وسافر للخارج، وأنا ما قصرت معه. وين راح يتعالج؟ سافر على لبنان. على لبنان. تعالج بلبنان؟ تعالج بلبنان. طيب قديش بقي بلبنان؟ تمام. يعني هو ركب 7 مسامير. نعم. بمفصل الركبة. نعم. وشريحتين. كانت عملية يعني كثير صعبة. نعم. ما كان في حدا يشيل الشغل بغيابه. وأنا ما كانت الخبرة كافية. طيب ليش لامك هو؟ وين الملامة؟ الملامة إنه هو لما رجع ما لقى ولا شاب من اللي هو مدربهم على التسويق موجود بالشركة. ليه؟ كانت الظروف عوامل جوية، شتاء. طيب الشتاء ظروف صعبة، أسبوع أسبوعين وبعدين بيروح الثلج. المشكلة إنه الشباب نفسيتها يعني واحد متعود إنه هو على مبيعات معينة بيساوي. تما نضيع المشاهدين.
يعني قصدك تقول انه الموظفين اللي كانوا بالشركه تركوا الشغل مشان تأثير وليد عليهم كان أقوى من تأثيري. نعم نعم اوكي، بس هو لامك بايه؟ شو كانت ملامته إلك؟ هو لما رجع وشاف الأمر يعني جاله ذهول، يعني شباب هو مدربهم سنة كامل مشيوا، تركوا الشغل. هل بسببك؟ حكى لي أنت السبب. معاملتك إلهم؟ والله أنا كنت بتعامل معهم يعني التعامل الطبيعي ما بين قائد فريق وشغله. صار في خسائر بالشركة؟ أكيد صار في خسائر يعني مادية؟ أكيد. كم أكيد. تقريبا؟ يعني خسرنا شي 1,800,000. يعني تقريبا حوالي 300,000 دولار. يعني اجى وليد دار عراق بيني وبينه. صار عراق. صار عراق. عراق بالايدي؟ لا، كان عراق باللفظ، ويعني طولنا على بعض باللفظ. باللفظ ايه. وانا بتاسف له، يعني انا ما بقصد انه انا ازعل معه، ما بقصد انه انا اقصر بحقه، يعني هو مكان والدي. هو والدي اللي امي خلفته. الوالده عايشه بعدها؟ الوالده الله يحييها عايشه. عايشه. ومع مين ساكنه؟ هون بمصر، والدتي مصريه وأنا مع اخوك؟ بنروح بنزورها، يعني هي مع اخويا وليد. مع وليد؟ مع وليد طبعا. طيب هذا الخلاف ادى الى ماذا؟ هذا الخلاف مين زعل من الثاني؟ مين زعل من الثاني؟ زعل معي. اهنته انت؟ ما كان قصدي يعني. ما كان قصدي. طولت عليه؟ حصل. بس ما وصلتوا للايادي؟ لا، ما وصلنا ما وصلتوا، لانه انا بالنهايه عارف انه القصه كلها طيب قصه مصاري وقصه شغل. اوكي احمد، هلا بهالسنتين ما صار في تواصل؟ الوالده ما حاولت تجمعكم؟ كل الاخبار اتقطعت. انا كنت لحالي بالشركه، احنا اثنين كنا شركاء بالشركه. هو ترك الشركه ماشي بالشركه وراح بمصر، هون سوى شركه وترك الجمل بما حمل. الشركه بعدها مستمره، شركتكم بعمان بالاردن مستمرة. انت عم بتمشيها ودايرها وكل شيء؟ كل شيء. ووضعها كيف تحسن؟ والله يعني الظروف الاقتصاديه برضو يعني ايه مش لطيفه بالاردن. بس ما رجعت مثل الاول الشركه يعني؟ لا ما رجعت. لا، لانه كان وليد هو المدير، يعني كان هو. طيب هلا شو بتتوقع من وليد؟ يعني بس يشوفك هيك شو ردة فعله راح تكون؟ بتوقع انه مش هيرضى يسامحني. اذيته هالقد؟ انا ما اذيته، ما كان قصدي اذيه. بس هو صعبان عليه انه هو اخوك الكبير، طولت عليه. اخوي الكبير يعني تجوز، له فضل عليك. هون تجوز، ما له الزمان، وخلف. وانا ما شفت ابنه وما حضرت عرسه. ما حضرته. فاذا زعلان منك كثير، وانا جاي هون مشان اصالحه. ان شاء الله نقدر نتمم هذه الصلحه. نحن ارسلنا الدعوه لوليد، بنشوفها سوا. اهلا استاذ جورج، احنا دلوقتي في طريقنا لاستاذ وليد صالح عشان نسلمه دعوه الحضور. مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذ وليد صالح؟ ايوه 40 سنه مظبوط؟ مظبوط. انا اسماء سعيد من برنامج جورج كارداشيان. اهلا وسهلا. استاذ جورج كارداشيان؟ ايوه يا فندم. تمام. امالي جاي اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج. دعوه حضور برنامج استاذ جورج؟ ايوه. انا؟ ايوه يا فندم. عرفتوني منين؟ كل بيانات حضرتك عند فريق الاعداد، وهو يكلمك ويتفق معاك على كل حاجه. ده عن جد انا رح اقابل مستر جورج كارداشيان؟ ايوه، هتيجي بنفسك وتشوفه في الاستوديو. جريت. اوكي ميرسي. اوكي، قبلت الدعوه؟ قبلتها. متشكر. استاذ جورج، استاذ وليد قبل الدعوه وجاي ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. بعد التجربة الخلافات بين الإخوة والأشقاء بتبقى كتير صعبة. معنا شقيقين اليوم بدنا نجرب نصالحهم. معنا أحمد إجا من الأردن بده يصالح شقيقه
وليد كان في شركه بين بعضهم بعمان. وليد هو الاخ الاكبر، بيكبر احمد 15 سنه تقريبا كانه رباه، ولكن صار في خلاف لانه وليد تعرض لحادث، راح على لبنان عمل عمليه جراحيه وكذا، سلم الشركه لاخوه احمد، رجع لقى الشركه تقريبا خربانه، يعني موظفين تركوا، في ديون على الشركه، في خساره تساوي تقريبا 300,000 دولار. بقى زعلوا، تناوشوا مع بعض، في مشادة كلامية حصلت. يمكن أنا بشك أنه يكون أحمد أسيلخ أخوه أو شتمه وجرحه، لذلك وليد ترك له الشركة وترك عمان وإجا على مصر وتزوج بمصر. لهم سنتين في قطيعة بين بعض، بدنا نحاول نحن نجرب نرجع القلبين إلى بعضهم، الأخوين ما في غيرهم. أمهم بعد عايشة، الأب توفي من زمان. إذا وليد صار معنا بالاستوديو، بدنا نحيي وليد. اهلا وسهلا. بكامل أناقتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيفك وليد؟ كيفك حبيبي؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله عليك، تفضل. بكامل أناقة، ما شاء الله عليك. ما عندك. الله يخليك، تسلم تسلم وليد. كيفك حبيبي؟ أنا نار الحمد لله. نار ان شاء الله، دائما نار. برافو عليك، الله يعزك، يا عليك. تسلم. انت لك فتره قاعد بالقاهره وتزوجت؟ تزوجت وعندي عبد الله ان شاء الله. عبد الله، سميت عبد الله، ما شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله يعيش بدلالك وبيعزك. الله يعزك، الله يخليك يا وليد. شو عم تشتغل حبيبي؟ انا مدير شركه دعايه واعلان وماركتينج. هذه انت مجالك هذا؟ يا كيف؟ طمني. نار الحمد لله، كل الامور كويس. مصر ما شاء الله. ايه طبعا، مصر اعلام، كل شيء. صحيح صحيح. شعب راقي. ايه ما في شك. اللي شغلك هون افضل من عمان؟ والله الدعايه والاعلان وين ما كان، حتى تشجعنا بركي بنعمل شيء هون. تشرف على راسي 100 هلا. تسلم. افضل؟ مصر افضل دوله بالعالم تعمل فيها بزنس. والله برافو. افضل دوله بالعالم. المصري اذا بتضحك بوجهه بتشلع كل اواعي. هم اطيب شعب، هن معروفين، حبايب هن ما بقول لك مصر سكره ليه؟ لانه شعبها مصريه، صارت قريب منه مصريه الحمد لله. يا سيدي اهلا وسهلا فيك. على راسي. انت شرفتنا بهالبرنامج. شرف لي اني شرفت فيك. شفتوا عم بتشوف المسامح كريم؟ المسامح كريم طبعا، كل المتابعين لك عم بتشوفوا؟ يا لانه سالتها لساعيه البريد، قلت لها شو بده مني الاستاذ جورج، منك عارف. بس مبسوط اني تشرفت فيك حبيبي، الله يخليك. وانتم حبايبي بالاردن كمان. تسلم. انت عم تحكي عن مصر، بس انتم الاردنيين كمان حبايب قلبنا. كلنا وطن واحد، وطن واحد نحن. ليك حبيب قلبي، نحن انا دعوتك لانه بتعرف انت بالمسامح كريم بيكون في شخص اخر هو اللي داعي. انا في شخص بتزاعل معه. ايه. مين؟ انت بتزعل مع حدا؟ انا ما في حدا بيزعل مني ولا بزعل من حدا. ولا بتزعل من حدا؟ ما في بالدنيا شيء بيسهل الزعل اصلا. برافو عليك، برافو عليك. مبين من بشاشه وجهك. يسلم. والله لما شفتك انا، لما شفت ساعه البريد عم تعطيك الرساله، هلا عم شوفها عرفتك حبيبنا، عرفتك. يعني انت شاب قلبك على كفك. نار وان شاء الله دائما نار. ضل بصحتك يا حبيبي. تعرضت لحادث انت بالاردن وروحت اجرك، رحت سويتها بلبنان. كل تقادير الله وتفقيد الله. الحمد مشي الحال. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بدي احكي لك، الدكتور كان عنده 80% اللي ما بقدر امشي على رجلي كمان مره. الدكتور اللي بالاردن اللي عمل لي العمليه اللي بلبنان؟ بالاردن ايه. ما كانش مصدق انه راح امشي على رجلي كمان مره. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والله بعد الحادث تجوزت، هلا عندي عبد الله الحمد لله. الله يخلي لك يا حبيبي، وان شاء الله تجيب له اخوان واخوات. يسلموا يا ابو عبد الله. الله يعزك. بدك تعرف مين دعاك؟ يا ريت يا ريت. بدك تطلع بهالشاشه. شو جابنا هون؟ احمد 2 فاكر انت؟ يا زلمه على الهوا بدك تصالحني؟ 2 ما شفت ابن اخوك، الله ينحل تاريخك. ابو عبد الله، صدمه. حرام حرام حرام. بس ما ينفعش بالمره حبيبي. ولا يمكن. بدي اقول لك شغله، انت يا صاحب القلب الكبير، انت دخلت وجهك بشوش هيك، بدي يرجع وجهك بشوش مثل ما دخلت. اسمع، بعت لك رساله. هيدا احمد اخوك الصغير اللي انت ربيته. احمد بيقول لك
أخي الكبير حبيبي، يقولون في مصر مصارين البطن بتتعارك، لكن مهما جرى بيننا سنظل أنت أخي الكبير الذي وقف بجانبي كثيرا، أخي الذي أحبه أكثر من نفسي. لم يكن أي خلاف بيننا يستحق أن أثور أو أن أقسو عليك في الكلام، وهو خطأ لا أبحث عن مبرر له، فحتى ضغط العمل وخسارة المال لا يبررانه. غيابنا أتعبني وندمت عليه كل يوم، وحين عرفت أنك رزقت بعبد الله وأنا لست بجوارك بكيت من فرحتي لك ومن غضبي من نفسي. أنا خجلان من أن أرفع وجهي في وجهك بعد غلطتي في حقك، لكن شوقي لك جعلني أقف هنا اليوم أمام ملايين الناس يا أبو عبد الله لأعتذر منك، ليعرف الجميع كم أنت أخ رائع لا أساوي من دونه شيء. أبو عبد الله أنا آسف، سامحني، ولنعد إخوان أشقاء، والمسامح كريم. اذا بمحلي لا يمكن. ما way. ما هو يا زلمه الهواء لما بتيجي من قريب مليار مره أقصى. وظلم ذوي القربى، مش هيك؟ أشد مضاضة على المرء ولا يمكن. من وقع الحسام ولا المهندي. يمكن. يا ابو عبد الله سنتين بس، انا عرفت شو الخلاف. انما انت ما كنت متسامح شوي معه للشاب، لانه ما اخذت بعين الاعتبار قله خبرته. انت تركت له الشركه ورحت وجيت لقيت الدنيا خربانه، مزبوط ام لا؟ هذا هو. جيت لقيت الدنيا خربانه وانت رجل انفعالي، بقى طار عقلك وصوابك، وليش وصلنا لهون؟ هلا هو اعترف، هو قال لي، عم بيقول لي انا ما كانش عندي خبره، انا اخوي حملني حمل كبير، كان هو بدي حامل. اسالك سؤال سيد جواد. تفضل حبيبي. في مثل عربي بيحكي نعم. لا بارك الله بأمة لا يوقر صغيرها كبيرها. مظبوط؟ مظبوط. هذا هو. المصاري ولا شيء، ما شاء الله ولا عليك. شيء. صحيح. عم نخسر بنكسب، هيك الدنيا، هيك الدنيا. مرة كسبان ومرة خسران. هي المصاري ما كانت تعمل صحيح شيء. صحيح. لما ضلعك بيكسر فيك شيء بخاصي، ابو عبد الله ضلعك قل لي شغله بيكسر بعظمك. حبيبي ابو عبد الله قل لي شغله، انت شو يا ماخذك؟ زلمه راسي بتغلي، شو مأخذ؟ اقسم بالله راسي بتغلي. شو ماخذك عليه؟ انت شو ماخذك عليه اليوم؟ هيدي فرصه، اجى صبي من عمان وجاي خصوصي وزعلان انك ما عزمته على عرسك، وانه كيف بيتجوز اخوي الوحيد وما بيعزمني على عرسه. هذا اللي رباني. بده عزومه هو ما شاء الله عليه. ولا يمكن. كيف بده يعرف انك بتتجوز؟ ولا يمكن. بيسمع اخباري، بيسمع اخباري، ليك؟ اكيد الا بيسمع. طيب بركي اجى لهون زي ما جابني هون، ليش ما جانيش على الدار؟ ليش ما حاول جانيش؟ حاول حاول مع امك. قال لي حاول. انت قل لي شغلي، انت شو ماخذك عليه؟ بدنا نحل المشكله، هذه مشكله بدها تنحل. هذا الولد ربيته، علمته، بعلمه بزنس، بده ينفع حاله، بده ايه. يكون صاحب بزنس، بده يكون ناجح بحياته، بيعلي صوته بيطول علي يا زلمه. لا هيدي لا، انا قلنا له احنا عرب. لا، مش بس عرب، بالدنيا كلها. انت زي ابوه، انت ربيته، طاول عليك، بس انه ما صار. لو ابنك طول صوته عليك شو بتساوي؟ ايه بس بريك بحسبوا من حياتي. انا بحذف جسمي من حياتي اذا بيطول علي. ما في اعذرني. وين النشامه؟ النشامه موجوده. النشامه بالاردن وين؟ هيك النشامه بيعملوا في امور ما فيها ما بتتحملهاش يا زلمه. صحيح. بس مش قلبي بيتحمل ولا عقلي بيتحمل. يا ابو عبد الله، هلا ما شاء الله عليك، انت جيت على مصر وبنيت حالك وعملت اسست شركه، والله ما حدا حاسس باللي انا حاسس فيه. وعندك عبد الله. سامحك الله يا زلمه، سامحك الله يا زلمه. هلا انت حاسس متضايق؟ لا مش مضايق، مولع نار. انا زلمه، انا نار، انا من جواتي نار قايده. طيب روح، بدنا نروح. يعين الله، بدنا مش نروح. قادر. بدنا نروق شوي. بقول لك ليش؟ لانه كل هالدنيا ما بتستاهل يا ابو عبد الله. هلا انت عندك عبد الله، قديش صار عمره؟ اسم الله ما شاء الله عليه 4 شهور، صار زلمه هسه. 4 شهور صار زلمه والله عن جد، صار زلمه. هيك نحن هيدي الدنيا هيك، دنيا هيك، ياما في مشاكل اصعب من هيك واكثر من هيك، بس هل بيستحق الواحد يخسر دمه ولحمه عشان خلافات تافهه بسيطه رفع صوته فيه؟ طيب زعل شهر،
زعل شهرين منه، زعل بتهجم سنه، مني، بتهجم علي. زعل ما دق فيك الزلمه، شو ضربك؟ يا زلمه كان ناقص يضربني كمان، ما شاء الله عليه. يا سيدي في اخوان والله، في اخ اجى معنا مقوص اخوه وتصالحوا، مقوصوا ضاربه بالرصاص والله ايه وتصالحوا. وانت شو انه على صوته؟ طب هذا انت مش اخوي، ما انت فكرة يا ليك سيد جورج، انا بدي اقول لك شيء، مش اخوي هذا تربيتي. وليد بدي اقول لك شيء، لانك ربيته انت. تربيتي يا زلمه، تربيتك طلع غلط، علي. تربيتك غلط، تربيتك غلط. بقى انت مسؤول زي أنا اللي ابوه. فاشل. انت كان عمرك 15 سنه لما ولد هو، بقى انت اكبر منه ب 15 سنه. بدي اعلمه قساوة الحياة كيف. تربيتك طلعت غلط. اول ما يتعلم لانه يذاكر فيه انا. هي حرزاني بالكياب. يلا خلينا نحكي، يا تفضل يا استاذ احمد، حضرتك شرفت لهون، ما شاء الله عليه، ليك شبوبيته مثل مسين السينما، الله يخليك. تفضل ونعم، الله يحلي ايامه. احمد احكي لاخوك، قل له اللي بدك تقوله من قلبك. هيدا الزلمه قلبه طيب وهيدا قلبه كبير، هيدا اخوك رباك مثل ابوك. بقى تفضل احكي له. أنا بدي أحكي له شغلة. أول شيء أنا آسف. ثاني إشي يعني أنا ما كان قصدي خسارة إلك، ما كان قصدي إنه أقاطعك. الله بيعلم قديش أنا تعبت مشان أجي هون البرنامج أقابل مستر جورج، مشان أصالحك قدام الناس كلها يعني. بس أنا بلوم نفسي عشي يعني. شو عذرك؟ انا بدي افهم شو عذرك. والدي رحمة الله عليه لما توفى كنت أنا وياك وروحه بتطلع بحكي لك دير بالك على أحمد ودير بالك على أمك. صار ولا ما صار؟ كانت الخسارة مصاري، فضلات إيدين يعني. كيف أبكي والدموع تزول، كيف أشكي والمشتكى مسؤول. لا أشكي منك إلا إليك، فأنت أبي الذي حملته أمي، وهذا أمر لا يحول. أنت والدي، ليش ما تخليني أشوف ابنك؟ ليش ما تخليني أفرح بفرحك؟ شو سويت لك أنا؟ تعرف قد إيش أنا بحترمك وقد إيش أنا بحبك، قد إيش أنت غالي عندي. بحكي لك يعني أنا آسف، سامحني قدام كل الناس، كل الناس سامحني. اذا سامحتك ما بتسامح حالك، اذا زلمه ما بتسامح حالك. ليش ما بسامح حالي؟ لسه ما عندكش اولاد انت عشان تعرف. ما أنا ما شفتش ابنك، ما فرحتش بيه. انسى. انا جايب نتفرج علي ناس بالعالم؟ لا جاي مشان أحكي لك آسف. جاي يفرجي الناس. اوف. جاي يفرجي الناس. كبر شو؟ كبر قلبك. مش جاي يفرجي الناس عليك، جاي يفرجي الناس كبر قلبك. أنا بترجاك تسامحني، احكيني أنا سامحتك، بس بديش إشي تاني. أنا بديش إشي تاني. البشر يا ريتني الله كنت سمح. استغفر الله العظيم. انا خلص، انا عملت اللي علي، والقصه ما بتستاهل لك، ما تواخذني. تعذبت وسقت فينا وجيت لهون، ما تواخذني. يمكن انا خيبت لك املك، معلش. يا ابو عبد الله، انا بتشكرك على ثقتك، بتشكرك على محبتك الي، انك جيت هيك من دون ما تعرف شو. وما كان بودي انا انه فاجئك هالمفاجاه. هو البرنامج هيك يعني، بتبقى في خلافات اكبر من هيك بكتير والناس بتسامح. انا بس بعطيك خمس ثواني، فكر بينك وبين ضميرك، حط عبد الله قدامك، فكر هالولد هالشاب موجود هون، بدك تسامحه، بتقول سامحته، بتقوم تغمروا بعضكم، تفتحوا صفحه جديده ونفتح لكم هالستار. فكر وما 5 ثواني.
مسامح كريم. سمحت؟ سمحتوا؟ والله